ما عندوش. لا لا ما تدافعش لا لا حررها يا الناس، حررها يا الموت، عبد الناصر على زمان، عبد الناصر على زمان، الاخوان ما لهمش امان، الاخوان ما لهمش امان. انا بعد اتفضلي يا فندم. المادة 45 عددت ثم شعبت، يعني قالت ايه؟ حرية الرأي مكفولة، ولكل الإنسان الحق في التعبير عن إرادته بالقول أو الكتابة أو التصوير. واغفلت انها تقول بدل التصوير او تقول بعد كده تقول الاشاره، اغفلت كلمه لغه الاشاره. لغه الاشاره دول جزء لا يتجزأ من مجتمع كبير قوي عدده لا يقل عن 3 مليون اصم موجودين في كافه المحافظات. ايه اللغه اللي بيستعملوها؟ هي لغه الاشاره. واحنا طلبنا منهم في عده جلسات نقاش داخل مجلس الشعب ان لغه الاشاره تضمن داخل الدستور. فاذا كان كتبوا وعددوا وسائل التعبير فلا بد ان هم يتطرقوا للغه اللي بيتكلم بها العدد ده. طيب مش معقوله ان كل مصر هتستعمل التصوير، لكن كل مصر بيستعملوا الكتابه والقول، تمام؟ لكن في فئه تانية تستعمل الاشاره. كان من باب اولى بدل ما يحطوا التصوير يحطوا لغه الاشاره. في ناس بقى خايفه على الفئه ديت ان يحصل اي ضربه ولا اي حاجه وهم ما بياخدوش بالهم. لا انا دلوقتي لو ما حطيتش لغه الاشاره اذا الضرب ده هنا مش هيبقى مباح. اصل مالهاش علاقه. مباح بس الناس هتيجي ممكن هم خوف، يعني هم وجودهم هنا هيقوي القضيه بتاعتنا بكتير قوي. تمام. هيزود القضيه بتاعتنا فوق ال 30% 50% او 100%. تمام. دول 3 مليون بقى قرايبهم بقى يحط عليهم في 2 او في 3. شوف بقى يكونوا كم نسبه كم. بس الخوف ان يحصل ضرب ولا حاجه، يعني ربنا يشفيهم عدم من السمع ولا حاجه، ما يسمعوش صوت الضرب او اي حاجه. احنا ده حد ينبههم. ده له حق المشاركه. هم لهم حق المشاركه زينا زي اي حد. حق التعبير عن ارادته. عرفوا وبعدين يقول يا يا لا. لكن علشان خاطر تستبعده لا، يعني علشان خاطر هو ما بيسمعش احنا نخاف عليهم عشان هم ما بيسمعوش، لكن على الاقل يكون في وسائل تنبيه اخرى. انا لما اشوف الناس عماله تجري مش هجري؟ انا يمكن اخاف على المعاق حركي واخاف على الكفيف لان هو مش هيعرف يجري، لكن هم هيقدروا يجروا. بس اديهم وسيلته ان هو يتكلم ازاي؟ هيتكلم بلغه الاشاره بس. انا من وجهه نظري هو شرف لينا كلنا هم نكونوا موجودين معانا واول الناس كمان، عشان يبقوا هم باينين فضال، يعني هم بيتكلموا مع بعض. بيتكلموا خدوا ومشي. طب قول له ليه كده كلنا اخوات يعني؟ هو اللي قاعد انا بكلمك نفس الكلام بس خلاص. شكرا. اتفضلي يا فندم. المادة 45 عددت ثم شعبت.
لو الناس ماسك كده اتعملت كده على صف واحد انت وراك عند الكبير شفت والله حد ما ولعش بص ايه ده بقى ايه ده؟ عادي يا عم